ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوني انا رحاب. هنعمل النهارده شاورما فراخ ومعاها صوص التوميه. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض. معانا كيلو من صدور الفراخ، نغسلها كويس جدا وننشفها من اي سوائل، ونقطعها لقطع صغيره زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين ننزل عليها بربع كوبايه عصير ليمون، ومعانا من 5 ل6 فصوص توم مهروسين. وبعدين نحط كوبايه زبادي اي نوع بتحبوه، وبعدها ننزل بالتوابل. معانا معلقة صغيرة من كل حاجة. أول حاجة شطة، تاني حاجة فلفل أسمر، كمون، بابريكا، كزبرة ناشفة، بودرة ثوم، بودرة بصل، وممكن اختياري نحط مكعب مرقة دجاج بس أنا ما حطيتش. وبعدين نضيف نص كوباية زيت ونقلب كويس قوي. وهنا نسيت أحط ملح هنضيف معلقة صغيرة من الملح، ونرجع نقلب كويس جدا، ونحطها في التلاجة لمدة مش أقل من ساعتين. نيجي بقى نعمل مع بعض الصوص التومية الكريمي خطوة خطوة. أول حاجة نجيب طاسة صغيرة ونحط فيها كوباية مية، وبعدين نضيف عليهم 4 معالق كبار نشا، ونقلبهم كويس جدا وهم لسه على البارد عشان النشا يدوب وما يكلكعش. نرفع الطاسة على نار متوسطة ونقلبهم كويس جدا باستمرار لحد ما الخليط يتماسك ويبدأ يتقل معانا ويبقى القوام ناعم وتقيل شوية زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما نوصل للقوام المطلوب نشيله من على النار ونسيبه يبرد شوية، مهم ما يكونش سخن قبل ما نحطه في الخلاط. بعد ما يبرد نحطه في الخلاط ونضيف عليه 5 فصوص ثوم مهروسين، ونبدأ نضربهم على الخفيف. نضيف شوية زيت في الأول مش الكمية كلها عشان الصوص يطلع ناعم ومتجانس. بعد كده نضيف كوباية زبادي أي نوع تحبوه، ومعاها نص كوباية مايونيز، ونضيف نص معلقة صغيرة ملح. نضرب الخليط كويس جدا، وأثناء الضرب نبدأ نضيف باقي كمية الزيت واحدة واحدة لحد ما الصوص يتقل معانا ويطلع قوامه كريمي وناعم ومتماسك. وفي الآخر لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه نصب التومية في بولة صغيرة ونسيبها على جنب لحد ما نستخدمها. نرجع بقى للشاورما بتاعتنا. بعد ما سيبناها تتبل شوية في التلاجة طلعناها ونحطها في طاسة سخنة جدا من غير أي دهون، ونبدأ نسويها على نار عالية مع التقليب لحد ما تستوي وتاخد لون حلو وطعم مظبوط. أول ما تستوي نرفعها من على النار لحد ما تبرد شوية. نيجي بقى لمرحلة تركيب الساندوتش. معانا عيش سوري وعيش أبيض، قسمته وحطيته في النص عشان العيش ما يتفتحش مننا واحنا بنشتغل. نجيب العيش السوري نفتحه ونحط في النص العيش الأبيض، وندهن الصوص التومية. وبعد كده نوزع الشاورما ونضيف الخيار المخلل ونقفل الساندوتش كويس ونعمل واحد تاني مع بعض. الساندوتش التاني بقى ندلعه شوية، هنحط نفس المكونات بنفس الطبقات وهنضيف عليه جبنة موتزاريلا. وبرده متاح معانا ان احنا نحط بطاطس محمرة، خضار متشوح زي بصل، فلفل الوان. المهم حطوا اللي انتوا عايزينه في الساندوتش، مش هقول لا يعني. بعد كده هنقفل الساندوتش كويس، خلص الكمية بتاعتنا كلها. نرجع بقى لنفس الطاسة اللي سوينا فيها الشاورما ونحط فيها السندوتشات عشان تاخد لون وتحميصة حلوة من كل ناحية. وبكده الشاورما بقت جاهزة معانا، طعمها تحفة وتفتح النفس، وبألف هنا وشفا.